أنا انولدت في القدس. عائلتنا هي من تونس، تسكن العاصمة التونسية، وجينا إحنا مع صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية. إن حوالي 1000 سنة في بيت المقدس. الحي المغربي هو عبارة عن حي فاطمي أهداه صلاح الدين الأيوبي إلى المغاربة أثناء الحروب الصليبية ليسكنوا فيه ويحافظوا على الحرم من الجهة الجنوبية للقدس، لأنه اشتركوا معاه في تحرير بيت المقدس. في عائلات مغربية من مراكش أجت، عندنا دار الفيلاني، أو في عندنا عائلات جزائرية دار الزواوي، وفي توانسة إحنا دار اللبان، وليبية. ذكرياتي في الحي إن كنت أعيش مع إخوالي وولاد خالتي لأنهم مغاربة، وإلي ولاد خالي من الجزائر. وكان بيتنا عبارة زي طراز البيت الشامي، بتذكر، في غرف وفي ساحة في الوسط. حتى كثير كانوا من الناس الأقارب أو الجهات القريبة يعملوا الحفلات الزواج في ساحة البيت تبعنا، زي كأنك عايش في الشام. بيت شامي، غرف وفي ساحة وفي حواض زريعة، حواض زريعة داير مدور البيت، وفي بير مي غميق. بتذكر الحياة كانت عبارة عن في حياة اجتماعية رهيبة جدا، يعني يحتفلوا في المناسبات، يعملوا الكسكسي وفي دكاكين للحلويات المغربية اسمها الزلابية. يعني في تماسك وترابط بين أبناء الجالية بشكل جيد جدا.